السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير على خير. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم باحسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. متتابعات الوفيات نقول لكم شكرا والف شكرا على 2000 مشترك، اللهم بارك. ان شاء الله العقوبه المزيد ان شاء الله، والقناه تاعنا يتكبر درجه بدرجه. اذا كامل اللي دخلوا جدد نقول لهم اهلا وسهلا، واللي مازالوا ما دخلوش نقول لهم اشتركوا في القناه ودخلوا شوفوا الله. اذا كان عجبتكم ماذا بكم تشتركوا، ما تبخلونيش بالجان والبارطاج فضلا وليس امرا. يعني كما راكم تشوفوا وصفتنا نهار اليوم راح نديرو معكم يوسوب تاع البواكاسي او الجلبانه الجافه على طريقتي، تجي حلوه وتجي بنينه وتجي خاثره، وراح نرافقها بخبز الفطير او الكسره تاع يعني الفطيره كما نقولوا لها. راح نديرها بالسميد تاع القمح والقرشاله والسميده العاديه، يعني مزيج. اذا واش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو كميه تاع البصل. هنا عندي حبه كبيره تاع بصل، ولا ديروا زوج صغار نقطعهم عشوائيا لان راح نطحنوا كلش مع بعض. راح نحتاجو كميه تاع الجزر، هنا عندي زوج حبات تاع الجزر يكونوا متوسطين يعني. وعندي كميه تاع الكوابه، انا نبغي ندير الكوابه فيها. الا حبيتوا تستغناو على الكوابه زيدوا حبه جزر. وعندي كميه تاع البواكاسي، هنا عندي ربل تاع بواكاسي نحكموه ونغسلو مليح مليح، يعني كل مره نبدلو الماء ونغسلو نحكو بين يديا هكذا حتى يروح منه داك اللون الابيض، يبدا الماء تاعو صافي صيب. هذا المكان هذا واش نحتاج كاول مره. اذا هنا حطيت الكوكوط مينوت تسخن فوق النار، راح ندير فيها كميه تاع الزيت، وراح ندير فيها كميه تاع الماغارين، ولا الا عندكم السمن نديروا السمن افضل. نخلوه يسخن مليح ونديروا البصل تاعنا يتقلى. بعد ما ذابت الزبده تاعنا وسخنت معنا راح نديروا البصل تاعنا يتقلى. وراح نضيفوا الجزر والكوابه كذلك نخليهم يتقلاو شويه هاك. السر باه يجيك بنين لازم تقلي كلش، تعطيله وقته تاع التقليه. هذا ماك. بعد ما تقلى معايا البصل والخضره اللي درتها الزروديه والكوابه، راح نضيف البواكاسي، راح نضيف الجلبانه هذه اليابسه حتى هي نخليها الزيت تتقلى وتاخذ وقتها في التقليه هكذا باش تجينا بنين. بعد ما تخلات معنا راح نديرو لي زيبيس، راح ندير شويه فلفل الكحل فقط وشويه تاع كركم. هكذا الكركم راح يعطي له لون شباب، وكذلك صحي انا لا شفتوني دائما في الطيابيد ندير الكركم وندير الزنجبيل. الملح ما راحش نديروه بربك لانه راح يبطئ لنا في العمليه تاع الطياب تاع البواكاسي. كما تعرفوا الحبوب الجافه دائما خلوا الملح حتى مع التالي باش ندير. ها راح نمرقوا بالماء اللي يكون سخون هكذا، ونخلوه كي يبدا يغلي راح نغلقوا عليه واحد 20 دقيقه ويكون الطبق تاعنا واجد. اذا بالنسبه للفطيره هنا عندي كميه تاع السميد، هذه السميده المتوسطه البنات، ماشي الرطبه كامل اللي نخدموا بها المسمن، لا هذه المتوسطه. وعندي كميه تاع الدقيق تاع القمح هاوينه، وعندي كميه تاع النخاله ولا القرشال، راح نخلطهم كامل هكذا. انا الصوالح هذو كيما العدس كيما اللوبيا كيما البوكاسي نبغي نرافق معاهم الفطيره ولا الكسره. اليوم راح ندير ان شاء الله معاها فطير، باش خبز تاع فطيره. راح نديرو كميه تاع الملح كذا. هنا ما نجيبش نقول لكم مقادير البنات، انا هذا الصوالح كيما الخبز كيما الفطيره وكاع ما نخدمهمش بالعبار يعني كل واحد كاين اللي الفطيره يبغيها مبزه بزاف، كاين اللي لا. راح ندير كميه تاع الزيت هكذا ونشوف. فوالا نبسوها فقط هكذا نبسوها مليح عادي، وراح
نلموها. انا ما نديرها لا حليب لا خميره، نبغي فطيره تاع بكري، الفطيره تاع امهاتنا وجداتنا اللي كانوا يديروها، يعني ما يديروش فيها لا حليب لا خميره. انا اللي ندير فيها الحليب والخميره تبان لي كاطو، ما تبانليش فطيره. فوالا هكا راح نلموها بالماء. هنا راهي مليحه البنات، راهي مبسه، راح نلموها بالماء. فوالا راني ندير لها في الماء وراني نلم فيها. حاولوا تدخلوا القرشاله في الخبز تاعكم وفي الفطيره وفي الخبز، وخير الفامينه يعني صحيه. حاولوا تدخلوا الخبز تاع القمح ثاني. راح نخليه شويه ونرجع ليه ندير الخبيزات تاعنا. الخبز تاع الدقيق تاع القمح يشرب. من بعد ما ريحت معايا الفطيره تاعي شويه، راح نسقمها هكذا خبيزات. انا قلت لكم راح ندير زوج يعني متوسطين هكذا، هذا الشكل. ونرجع نحلوهم ونطيبوهم مع بعض. راح ندير شويه زيت هكذا ونحل عليه الخبزات تاعي بهذه الطريقه. بهذا السمك شوفوا، يعني ما ديروهاش رقيقه بزاف، ما تخشنوهاش بزاف. اذا بعد ما سخنت الطاجين تاعنا نديرو الطيب هكا من هذه الطريقه. راح نقلبوها فوالا. اذا بعد ما طاب البوكاسي تاعنا راح نميكسيه وراح نضيف له كميه تاع الملح لانه ما درناش في البدايه. ونرجعوا فوق النار خليوه يغلي واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق على نار متوسطه ونطفوا عليه. والفطيره تاعنا بعد ما طابت شوفوا كي جات دايره، جات محمره، جات حلوه بهذاك الدقيق تاع القمح والقرشاله ولا النخاله. فوالا وجات هذاك وبات البساس تاعها، يعني انا مبغاش تكون تجي مبسه بزاف وما مبغاش تجي يابسه. ولا صوب تاعنا ولا البواكاسي تاعنا كذلك هو طاب. بعد ما مكسيتو وخليته غلا راح نحط لكم تشوفوا كيفاش جا داير. جا هو فاني ثقيل فوالا، وجا حلو سكر، يعني ديك الكوابه وديك الزروديه اللي درناهم حتى الجلبانه حلوه. جا ولا اروع البنات، جربوه على طريقتي وراح تشوفوا. اذا هذه هي اطباق تاع نهار اليوم مع هذا الشتاء ومع هذا البرد، هذا واش يليق. ولا سوق دائما البوكاسي راح نرافقوها بالمعدنوس، واللي بيان سور لازم عصره تاع الليمون هكذا باش يجينا بنين. انا ولادي يبغوا يديروا فيه زيت زيتون. كانت هذه الاطباق تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسونيش بجيم بارطاج اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، والى الملتقى ان شاء الله.